ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أختي جنى؟ هل ما زلت على حالك منذ الصباح؟ إلهي لم أنتبه منذ الوقت. في الحقيقة نعم، فأنا أشعر بملل شديد وليس لدي صديق سوى زوجين. لو كانت لدي صديق صاحبني في كل أوقاتي لما كان هذا. أنا عندي صاحب أكرمني الله بصحبتي، صالح نافع وفي لا يتركني أبدا، ومنذ تعرفت عليه صرت دائما في الراحة والطمأنينة. نعم شوقت يدي. أرجوك دليني عليه. إنه القرآن يا أختي. يا الله. نعم إنه قرآن وصاحب الرفيق. لا بيصيرش صاحبه ولا في الدنيا ولا في الآخرة، ويؤنس وحشته في القبر، وتكوني من المصطفين اللي اصطفاهم الله تعالى لحفظ كتابه الكريم، وهو حافظ ألبس ولله تاجا يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس. تعالي معنا إلى حلقة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت بصديقتي لتسمع عن جمال حياتهم وصحابتي الكلية. مرحبا بك معنا يا أختي. إن أجمل شعور وأعذب شعور إن تجلسين في حلقات القرآن وتستشعرين قوله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يمكننا التوفيق بين حفظ القرآن والدراسة؟ نعم يا أختي، فأنا أتساءل نفس السؤال لأنني لا أستطيع الموافقة بين الدراسة وحفظ القرآن الكريم، لذا أتهم من الحفظ في الأوقات الصيفية فقط وأشعر بالحيرة شديدة. فعندما أذاكر أشعر بالتقصير في حق القرآن، وعندما أحفظ القرآن أشعر بالتقصير في حق الدراسة. فماذا أفعل يا أختي؟ دليني على الطريقة. أبشروا يا أصدقاء، فأنا تلميذة مثلكم، فأنا أحفظ القرآن في الموسم الدراسي وفي العطلة الصيفية، وذلك باتباعي لحلقات القرآن الكريم. ولكي أحفظ القرآن جيدا أكتبه في كراستي. أما الحفظ يا أصدقاء فيستحسن أن يكون بعد صلاة الفجر، وذلك لقول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. سامحني يا ربي على هذا الوقت الذي ضيعته. من الآن فصاعدا سأحفظ القرآن الكريم، لألبس والدي تاج وقارا، وأدخل الجنة أنا ووالدي. هذا هو القرآن الصاحب الوفي الذي يأخذك هذا هو القرآن الصاحب الوفي الذي يسحبك في الدنيا والقبر والمحشر، ويأخذك بإذن الله إلى الجنة. نادى الكتاب المؤمنين الغافلين، قال لهم: ما بالكم لا تهجرون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون، نور على نور وفيني تهتدون. ولتسألوا الحفاظ ماذا قائمون عن لذة القرآن في ترتيل نون النور. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شجعوني